مساء الورد والفل والياسمين على عيونكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. انا النهارده عملت صينية الفراخ بتاعتي بطريقة جديدة وتتبيلة مختلفة تماما. عملتها في الفرن بس بجد تحفة، ريحتها طالعة جايبة لآخر الدنيا. مش هتحتاجي جنبها ولا خضار ولا اي حاجة، كل اللي هتحتاجيه حبة مكرونة او رز بالشعرية. بجد اتمناكي فعلا تجربيها، عمرك ما هتقدري تغيري الطريقة دي. يلا بينا على الفيديو عشان نشوف الطريقة والمكونات اللي انا عملت بيها الفراخ بتاعتي النهاردة كانت ازاي وعبارة عن ايه. يلا بينا على الفيديو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حبايبي واخواتي واصحابي الحلوين، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. صباح الفل والسعادة والهنا على عيونكم. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض وصفة للفراخ المشوية بس بطريقة مختلفة، او لصينية الفراخ. هعمل النهاردة الفراخ بتاعتي بطريقة جميلة وبتتبيلة جميلة وبصوص كده بيبقى في منتهى الجمال، تاخدي منه كده على الرز وتاكلي. النهاردة ان شاء الله هنعملها بطريقة حلوة قوي، اتمنىكم فعلا تجربوها. كده نسمي الله ونشوف المكونات اللي معايا اللي انا هحتاجها لصينية الفراخ بتاعتي النهاردة هي ايه وعبارة عن ايه. تعالوا كده نسمي الله ونشوف. انا عندي اول حاجة، عندي هنا فرخة، يعني فرخة وربع. انا مقطعاها طبعا، يعني مش سايبه الربع كامل، لا انا مقطعه الربع نصين. تمام كده، يعني لو فرخة هتعمل معاكي 8 قطع. وعندي هنا طماطم مقطعاها مربعات صغيرة، وعندي علبتين من الزبادي، وعندي كمان بصلة كده مقطعاها شرايح او مكعبات صغيرة على حسب رغبتك. وعندي هنا فلفل اخضر مقطعاه برضو مربعات صغننة خالص، يعني ايه يعتبر كده فرم ناعم. تمام. وعندي هنا التوابل اللي هحتاجها معايا للفراخ بتاعتي. عندي معلقه كبيره من الفلفل الاسمر، معلقه كبيره من الكزبره، معلقتين كبار من الكاري، نص معلقه صغيره من القرفه، ربع معلقه من الحبهان المطحون، نص معلقه من الكزبره، وهنا 3 ورقات من اللوري. تمام كده، دي التوابل اللي انا هستخدمها النهارده في الفراخ بتاعتي. لو انت حابه تحطي 7 بهارات، حابه تحطي توابل فراخ، براحتك، المتاح والمتوفر عندك. ولو عايزه تشيلي حاجه برضو شيلي، مش طبعا عن الفلفل والكزبره والكاري، دول اساسي معايا في الوصفه بتاعتي. تعالوا كده نسمي الله ونروح على البوتاجاز ونشوف بقى هنحضر الفراخ بتاعتنا. كل اللي انا هحتاجه للفراخ بتاعتي النهارده، هحتاج معلقه من السمنه كبيره او الزبده او الزيت على حسب رغبتك، الماده الدهنيه دي على حسب رغبتك، بس انا النهارده هعملها بالسمنه النباتي العاديه. معلقه كده عشان ايه، هبتدي ان انا اشوح فيها البصل. هنزل بالبصل بتاعي. انا هنا طبعا البصله بتاعتي مش لمجرد ان هي تدبل، لمجرد ان هي تاخد لون ذهبي فاتح. تمام. بصوا حبايبي، انا هنا البصله بتاعتي ابتدت ان هي تديني ايه، اول درجه كده من اللون الذهبي. تمام كده. دلوقتي بقى هنزل عليها بالفلفل بتاعي. لو انت حابه تحطي فص ثوم في التتبيله دي حطي، لكن انا بصراحه انا مش هحط، عشان بس ايه، عندي مش بيحبوا الثوم كتير. لكن انت لو عايزه تحطي معلقه ثوم واحده بس مهروسه حطي. دلوقتي بقى هجيب الفراخ بتاعتي، طبعا انا غسلاها ونقعاها في المحلول بتاعها، وبصوا نضيفه وزي الفل اهي، زي الشمع ما فيهاش اي حاجه. خلاص هبتدي ان انا انزل بالفراخ بتاعتي كده، اديها ايه تشويحه كده مع التوابل والفلفل والبصل. وهنزل بقى بالتوابل بتاعتي كده كلها على الفراخ. يلا بقى نقلب ايه، نقلب كده الفراخ لغايه ما تاخد بس كده ايه صدمه وتاخد لون كده حلو. تمام اهي. بصوا حبايبي، انا كده تعتبر الفراخ ايه، اخذت الصدمه كده واخذت التتبيله، اتبلت كده من البهارات والحاجه اللي انا حطيتها. انا دلوقتي هبتدي ان انا اطلع الفراخ كلها في طبق كده ايه بره. تمام. تمام كده، ادي التتبيله بتاعتي اهي. دلوقتي بقى هنزل بالطماطم عليها اهي، الطماطم بتاعتي، وهزودها بس نص كوبايه ميه كده. انا عايزه الطماطم بتاعتي تتسبك. انا دلوقتي هستنى لغايه ما الطماطم بتاعتي تتسبك كده شويه. الطماطم بتاعتي ابتدت ان هي ايه تتسبك. دلوقتي بقى هضيف ليها اضافه بسيطه قوي. عندي هنا كيس الخلطه ده، خلطه المشاوي، هنزل بنص الكيس على التتبيله بتاعتي دي او مع الخلطه بتاعتي دي اهي. بتدي ريحه وطعم حلو قوي في صينيه الفراخ بتاعتي.
بصوا حبايبي، انا كده الطماطم بتاعتي تعتبر ان هي ايه اتسبكت في وسط التتبيله. دلوقتي هنزل بكوبايتين الزبادي او كوبايه كبيره. انا عندي الزبادي بتاعتي عشان العلب صغيره فانا جبت علبتين اهي. طبعا الزبادي بتخلي الفراخ كده تبقى طريه وحلوه. ودلوقتي هنزل بكمان كوبايه ميه على الخليط بتاعي. خلاص اهي. وطبعا لو مفيش زبادي وعندك لبن رايب استعملي اللبن الرايب، بيبقى حلو برضو قوي بدل الزبادي. وعندي بقى نص ليمونه كده هعصر عليها اهي. بصوا كده الصوص بتاعي كده استوى بقى زي الفل اهو. خلاص بصوا بقى عامل ازاي اهو. تمام كده كله ايه تدخل مع بعضه كده وشرب من بعض. انا خلاص هطفي بقى عليه. وتعالوا كده بقى الصينيه بتاعتي هبتدي ان انا ارجع فيها الفراخ تاني. تمام اهي. حبايبي انا هنا كده يعتبر ان انا رصيت الفراخ بتاعتي في الصينيه بتاعتي. هجيب بقى ايه هجيب بقى الخلطه او الصوص بتاعي ده. الصوص ده بقى اللي هيودي الفراخ في مكان تاني خالص، وهو ده اساس الفراخ بتاعي النهارده. طبعا هنزل بالصوص بتاعي على الفراخ كله. بصوا حبايبي انا هنا كده بصوا صينيه الفراخ بتاعتي اهي. الصوص ده يا جماعه بصوا بيبقى في منتهى الجمال والله العظيم. انت ممكن تعملي رز ابيض او رز بالشعريه جنبه او مكرونه وتاخدي من الصوص ده كده تحطيه على الاكل بيبقى تحفه. يعني الصوص ده لوحده بيغنيكي عن اي حاجه. وطبعا في حاجه هنا لو عايزه تحطي مثلا خضار تحت الفراخ حطي، يعني على حسب راحتك. بس انا النهارده حابه اعمل صينيه فراخ كده لوحدها من غير اي حاجه جنبها. انا دلوقتي بقى هدخلها الفرن كده. طبعا الفراخ بتاعتي مش مستويه، انا هدخلها الفرن بقى كده عشان تستوي وهي في وسط التتبيله بتاعتها دي والصوص بتاعها ده. واول ما تخلص ان شاء الله وتجهز نطلعها ونقدمها ونشوفها هيبقى شكلها عامل ازاي. حبايبي رجعت معاكم تاني. انا هنا خلصت بقى صينيه الفراخ بتاعتي. مش عايزه اوصف لكم واقول لكم ريحتها طالعه عامله ازاي، بجد في منتهى الجمال. اتمناكم فعلا 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 تجربوها بنفس الطريقه، وان شاء الله واثقه ومتاكده ان هي هتعجبكم. بصوا جمال الفراخ عامله ازاي والله العظيم، بجد بجد تحفه. وريحتها طالعه قلب الدنيا. انا النهارده كل اللي انا عملته جنب الفراخ بتاعتي دي، انا عملت كده طبق مكرونه كده حلو بالصلصه الحمراء. طبعا انا عايزه اوريكم بس ايه الفراخ وجمالها. تعالوا كده بسم الله. بصوا بصوا مستويه ازاي، دايبه والله العظيم يا جماعه. الفراخ دايبه بصوا اهي. بصوا عامله ازاي، بجد الفراخ دايبه. مش هتحتاجي جنبها غير طبق المكرونه او طبق رز بالشعريه او رز ابيض. يعني بجد مش هتحتاجي جنبها حتى خضار. وطبعا بقى هتاخدي من الصوص بتاعها ده. يعني اهم حاجه عندي دلوقتي كمان الصوص بتاعها. هتاخدي كده على المكرونه، بجد تحفه. طريقة جديدة للفراخ، يعني اتمنىكم فعلا تجربوها. لازم ننوع في الاكل بتاعنا كده ويبقى ايه كده يبقى تغيير. الفيديو سهل وبسيط ما فيهوش اي حاجة. اتمنى ان هو يعجبكم واتمنى طريقتي في الفراخ النهاردة تعجبكم. وما تنسوش الفيديو لو عجبكم اللايك الحلو بتاعكم والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصل لكم كل فيديوهاتي اول باول. نتقابل الفيديو الجاي على خير ان شاء الله في وصفة كده سهلة وبسيطة. اسيبكم في حفظ الله ورعايته. اتمنى لكم كل الخير والسعادة والهنا وراحة البال. اقول لكم حبايبي صباح الورد على عيونكم. السلام عليكم.